السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل وصفة بطاطس. قشرت البطاطس اهو، طبعا الساعة 12 بالليل وعاوزين ناكل. اعمل حاجة ديت مدهونة زيت. الصينية بتاعتي هعمل ايه، هحطها بقى ايه كده جنب بعضها كده اهي. عملتها اهي كلها اهو، رصيتها على البوتاجاز بقى عادل. هوطي العين البوتاجاز واسيبها بقى على البوتاجاز لحد ما تبدأ تستوي. تمام، يلا. البطاطس اهي قربت على السويه ان هي تبقى يعني مستويه. احط عليها ايه، جبتها لكم بس عشان الاضاءه في المطبخ مش حلوه فجبتها هنا. هقوم حاطه عليها بيضه خلاص، وهرجعها تاني على البوتاجاز. حطيت عليها بيضه، البيضه حط عليها شويه ملح شويه فلفل، وهرجع دي تاني على البوتاجاز لحد ما البيضه تتظبط. اخر مرحله بقى بعد ما حطيت البيض واستوى، هقوم حاطه ايه، كاتشب بالمنظر ده كده اهو. في كل حته كده. عندك زيتون بقى حطي، عندك اي حشوه حطي على الوش من الحشوات بتاعتنا، يعني لحمه مفرومه اي حاجه اهو. حطيت الكاتشب. هحط بقى الجبنه. انا عندي جبنه اللي هي الفيتا العاديه اهي، احط منها كده على الوش اهي. المنظر ده كده. وعندي هنا مشكل جبن هحط هنا كده. دي اخر مرحله، وهرجعها على البوتاجاز عشان خاطر بقى ايه، الجبن بقى تسيح والدنيا كده تظبط اهي. المنظر ده كده. هرجعها بقى كده على البوتاجاز ونرجع نشوف اوريكم الشكل النهائي بتاعها. تبقى خطيره اهي. كمان حطيتها على البوتاجاز من فوق لحد ما الجبن ساحت، ورحت حطاها بقى على الشوايه كده تاخد وش. شوفوا تحفه اهي. قطعها بقى تحفه، وطعم بقى هتلاقوها جميله جدا. ما عندكيش دقيق وعاوزه مثلا تعملي بيتزا لاولادك، مفيش مشكله، هتقومي عامله الوصفه دي بمنتهى السهوله وما انتش محتاجه لدقيق ولا محتاجه لحاجه. شوفوا بقى اهي سخنه بس اهي. شوفوا المنظر، شو الجمال، طعم وريحه، وما انتش محتاجه اي افتكاسات، على السريع
الساعة 12 اهي وما خدتش وقت. شوفوا حاجة جميلة قوي. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.